ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اذكروا الله ذكرا كثيرا. حبيب قلبي صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تفرج بها همومنا وتفرج بها كروبنا وتفك بها ديننا ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو يا حبايب قلبي، يا ريت تعملوا لي لايك وكومنت كده حلو من ايديكم، ربنا يكبر بخاطركم في الدنيا والاخره. النهارده جايبه لكم ميزانيه وجايبه لكم يا بنات فرصه حلوه قوي قوي، يا ريت ما نضيعهاش في الصيف. تعالوا كده نتوكل على الله ونخش في الفيديو على طول. بصوا عملت لكم كتاب اهو علشان خاطر ان شاء الله الفتره اللي جايه كلها هنتكلم عن الميزانيات ونتكلم عن مصروف البيت ونتكلم عن التوفير، ويا رب يا حبايب قلبي نستفيد كده مع بعضينا، ويا رب يعني احنا بصوا يا بنات بنتعلم من بعض وبنستفيد من بعض، فايه يا رب الفيديو يعجبكم. بصوا يا حبايب قلبي، دلوقتي العيال قاعده عامه بقالها شهر، بس ثانويه عامه لسه بتمتحن، واعداد ان شاء الله النتيجه بتاعتها ظهرت، ربنا ينجحهم ويجعل تعب اهاليهم ومصاريف اهاليهم بفايده يا رب العالمين. بص يا حبيبه قلبي، عايزاكي الفتره دي تستغليها استغلال حلو قوي قوي، فرصه وما تضيعيش الفرصه دي من ايدك. الفرصه دي ان عيالك كنا بيروحوا المدارس وبيروحوا الدروس، كنت بتدفعي مصاريف اكل ومصاريف شرب وبتدفعي فلوس دروس وبتدفعي مجاميع الاجباريه، يعني بصي كنت بتصرفي كنت مهلوكه مصاريف. الفرصه دي تستغليها ازاي؟ عايزاكي تاخدي من يعني ايه، عايزاكي تلمي ولادك، ولاد اختك، ولاد اخوك، ولاد سلفك، ولاد سلفتك، ولاد الجيران لو قريبين قوي من بعض، المهم ما تجيبيش حد غريب، يعني الناس القريبه تلمي لهم جمعيه كل يوم 10 جنيه. قولي يا ولاد تعالوا هنعمل جمعيه مع بعضينا، وانت يا محمد تخش ب10، وانت يا احمد تخش ب10، وانت يا يوسف تخش ب10، وانت يا مكه تخش ب10. المصروف بتاعك يا حبايب قلبي دلوقتي بتدي العيل ال10 جنيه وال5 جنيه، بيقول لك هتجيب ايه ال10 جنيه وال5 جنيه؟ كيس الشيبسي ب10 جنيه دلوقتي بقى في حبايتين. المهم تجمعي لك 30 اسم، جمعي 30 اسم، لو عملتيها كل جمعه، لو حلوه الجمعيه بتاعت كل جمعه دي بتبقى سريعه، كل جمعه عن كل 10 ايام، الكل 10 ايام دي تاخد ال10 افراد بياخدوا 10 شهور، بياخدوا 3 شهور 10 ايام ال10 افراد. فانت عشان تبقى كتير عليكي لا خليها ايه، كل جمعه سريعه. حوشي من العيال وخدي مصاريف العيال وشيليها وادفعي كل جمعه، ولمي ولاد اختك وولاد اخوك واعملوا جمعيه وقبضي ولادك وفرحيهم. خدي يا حبيبي مثلا لو العيل مثلا الواد واخته مثلا يخشوا باسم، انت خشي باسم، زوجك يخش باسم. يا ولاد البنات ال10 جنيه مش قصه دلوقتي، والله ال10 ولا ال50 ولا ال100 قصه، ولا ليهم قيمه، بس ليهم قيمه عند حد واحد بس، عند اللي الدخل بتاعه محدود، اللي الدخل بتاعه اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. اذكروا الله يا حبايب قلبي وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زيدوا النبي صلاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ليها قيمه عند الراجل الارزقي، الراجل اللي رزقه يوم بيوم، اللي رزقه محدود، ده ال50 جنيه لها قيمه عنده، وال100 جنيه لها قيمه عنده. لكن والله لو نزلت بيهم السوق، بص ال100 جنيه هتجيبي بيها حبه خضار بس وهتروحي. فاحنا لازم نساعد نفسنا، ولازم نضغط على نفسنا، ولازم بصوا تتشقلبوا كده علشان تلمي القرش اللي ما كناش عاملين حسابنا ولا كان في اعتقاداتنا ان الناس كلها يجي عليها يوم وتوصل للمرحله دي. المرحله دي ايه؟ مرحله الغلاء. ما كنتش حاطه في حسبانك ان هيجي عليك وقت والاسعار تبقى نار بالشكل ده. انا واحده من ضمن الناس كنت فاكره الدنيا هتفضل حلوه على طول. انا عندي ربنا يخلي لكم عروستين يعني لسه بادئه اجهزهم بقالي سنه واقول لسه بدري، ما هي الاسعار معروفه، هي مش عارفه ايه يعني. بص بالظبط بقالي سنتين بدات اجهزهم، بجهز الاثنين مع بعض من ساعه ما بدات اجهزهم وانا وسط مقطوم. يعني بصوا بقيت مش عارف، يعني عايزه اجيب هنا وعايزه اجيب ده وعايزه اجيب حاجه المطبخ وعايزه اجيب مش عارفه حاجه المفروشات. يعني بصوا بجد دي غلطه يا بنات، ويا ريت اللي عندها بنوته ما تغلطش غلطتي وتقع فيها. اعملي الجمعيه دي لو انت مش محتاجاها وعندك بنوته بتجهزيها، انزلي هاتي لها بقى حبه رفايع. بنت صغننه مش لازم يعني ايه تكون في ابتدائي، انزلي هاتي لها حبه رفايع المطبخ، هاتي لها طقم حلل،
طقم حلل الجرانيت، طقم حلل السيراميك، التيفال، الاستانلس، هاتلها الاساسيات الطقومه الكبيره. يعني بصوا مفيش حاجه بتضر. يوم ما تلاقي نفسك مش محتاجاهم، مع ان دلوقتي مفيش حد مش محتاج حاجه، حتى ال 100 جنيه وال 1000 جنيه ليها عازه. وسبحان الله قبل ما تيجي الجمعيه مكانها معروف، هي رايحه فين وهتدفع في ايه قبل ما تيجي. بس مجرد ما تعرفي انه الدور بتاعك الشهر ده او الشهر الجاي. سبحانك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا يرحمنا ويعافينا من اللي احنا فيه يا رب، وان شاء الله ربنا هيفرج اللي احنا فيه، وربنا هيرحمنا برحمته ببركه الصلاه على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اذكروا الله يا حبايب قلبي، اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسول الله. لو مش هتكتبي لي كومنت كده كلمه حلوه منك، اكتبي لي كومنت واذكري في رسول الله وصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كمان زيد النبي صلاه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب قلبي يا رسول الله. المهم تلم ولاد اخوكي وولادك وتعملي الجمعيه دي جمعيه خفيفه وجمعيه سريعه، وتقبضي برضو راضي عيالك عشان ما تحسسهمش ان انت ضحكت عليهم. طبعا يعني لو مثلا لو واد وبنت او بنتين او ولدين دخلتيهم باسم، مش معقول هتديهم يعني المبلغ كله. لا مش هديهم المبلغ كله طبعا، دي اطفال مش هتعرف حاجه. حتى لو كبار مش هديهم المبلغ كله. لا يا حبيب قلبي، خد مثلا 200 جنيه اهم ولا 300 جنيه اهم. شوف انت عايز ايه، عايز تجيب ايه. مثلا لو معاه موبايل ونفسه يجيب هاند فلندر، لان دلوقتي الموبايلات بتيجي من غير، في موبايلات بتيجي من غير شاحن، في موبايل بتيجي من غير سماعه. عايز سماعه خد يا حبيبي هات سماعه. عاوز سكرينه خد يا حبيبي هات سكرينه. لا طب تعال اجيب لك طقم جميل، انا قبضت الجمعيه اهو، وتعال اجيب لك طقم جميل. هاتي له ترنج كده حلو، هاتي له تيشيرت كده حلو، راضيه ان شاء الله. والله لو جبت له شرابين، المهم لازم تراضيه ولازم تفرحيه، ولازم ما تحسسهوش ان انت ضحكت عليه. عشان تاني مره لما تيجي تعيدي الجمعيه تاني وتعمليها تاني، قولوا له يا حبيبي احنا هنعيد الجمعيه تاني يلا عشان تخش معايا، تحفزيه ويتشجع ويقول لك يا ماما يلا يا ماما اعملي حسابي يا ماما انا هخش معاكي، بس المره الجايه ماما هجيب كذا كذا. قولوا له حاضر يا حبيبي. فلازم نراضي الولاد على قد ما نقدر وما نحسسهمش ان احنا بنضحك عليهم وبناخد فلوسهم. المهم تيجي مع ميعاد الكتب ممكن تلاقيهم في ازمه يفكوا لك الازمه بتاعتك. لو عندك عيلين، والله العظيم لو عندك عيلين ولا 3، والله لو عندك 3 عيال في مراحل تعليم ال 5000 ال 3000 ما هيكفوهم، مش هيكفوا كتب. الكتاب دلوقتي ب 200 وحاجه، واقل كتاب ب 180 جنيه و170 جنيه و160 جنيه، مفيش اقل من كده. ربنا يرحمنا وعافينا من الغلاء والبلاء يا رب العالمين. ودي يا حبايب قلبي كانت الفكره بتاعتي النهارده. جمعيه خفيفه، جمعيه كل جمعه، حاولي تخليها كل جمعه مش كل 10 ايام، لان لو كل 10 ايام اليومين الفرق دول هيطولوا الجمعيه معاكي. فخليها كل جمعه، كل جمعه كده تقبضي حد فيها وتبقى خفيفه معاكي، وتقضي معاكي مصلحه، وتقضي مع اختك مصلحه، وتقضي مع مرات اخوكي مصلحه، وتقضي مع سلفتك مصلحه، وهتفرحي نفسك وتفرحي العيال وهتفك ازمتك، وتبقي استفدتي بالمصروف بتاع العيال، بدل ما هم عمالين يضيعوه على الشيبس والكاراتيه والحاجات دي. مع ان انا اولادي والله برضو بيجيبوا شيبس وكاراتيه، الحاجات دي مضره للعيال، بس العيال للاسف ما بتسمعش الكلام. ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب. ويا ريت يا حبايب قلبي تتفاعلوا معايا شويه في الفيديوهات، ويا ريت ما تنسونيش في كومنت كده حلو كده تكتبوه لي يفرحوا قلبي بيه. ويا ريت تعملوا لي لايك، اعملوا لايك يا البنات عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. وقبل ما نختم صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تفرج بها همومنا وتفرج بها كروبنا وتفك بها أزمتنا إن شاء الله. وحسن الختام سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.